من عنده ويخرق لك العادة سبحانه وبحمده. قال الذهبي في السير مما حضرني في ترجمة أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه، قال أعطته امرأته مالا ليشتري لها دقيقا، ليس في البيت شيء من الدقيق، الناس يتقوتون الخبز في الطحين، فانطلق الرجل بالمال ليس معه ولا مع زوجه إلا، فخرج يريد الطحين فوجد سائلا يشكو له شدة الفاقة، قد لاح الفقر على وجهه وعلى تضاعيف بدنه، فلم يتمالك نفسه إلا أن مد المال إليه وأعطاه إياه، فلما مضى استفاق، سكرة التوحيد حين يفعم القلب به، استفاق، لاح له أمر لله فبذل، ثم لما استفاق ليس في البيت من خبز وليس معنا سوى هذا المال، كيف سأصنع؟ فعمد إلى شوال ملأه من التراب، ثم انطلق إلى بيته يحمله فوضعه أمام امرأته فسكتها، ثم انطلق إلى حاله، فلما عاد من الليل وهو يعلم أن المرأة ستلومه لكنه أخذ هدنة من وقت ليقل لومها، فلما عاد نظرت إليه وقالت أعد لك العشاء، فتعجب قائلا ومن أين لكم بالعشاء؟ قالت جوال الدقيق الذي جلبته. جوال الدقيق إنما جلب جوال تراب، لكن إذا أفعم القلب بالتوحيد يجعل العزيز الحميد يجعل لك التراب دقيقا، قادر وتشهدون على ذلك أولاد، قادر سبحانه وبحمده.